يا رب السلامة. موت متشرد معاق في محطة إنسجام إثر سيجار مع قاصرة. شهدت محطة الحافلات بمدينة إنسجانا ليلة نهاية الأسبوع جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شخص مشرد من ذوي الإعاقة عقب شجار نشب بينه وبين مشرد آخر قاصر. ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقعت في وقت متأخر من الليل عندما دخل الضحية في مشادات كلامية حادة مع القاصر قبل أن تتطور الأمور بشكل سريع إلى عراك انتهى بقيام الأخير بدفع الضحية بقوة، ما تسبب في ارتطام رأسه بحافة الرصيف ليسقط جثة هامدة في عين المكان. وقد استنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية حيث حلت عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية بعين المكان، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. كما جرى توقيف القاصر المتورط في الواقعة وفتح بحث قضائي لكشف ملابسات الجريمة وظروف وقوعها، فيما ينتظر أن يحال المشتبه فيه على أنظار العدالة فور انتهاء التحقيقات.